فطورنا اليوم مرقة البامية. احنا العراقيين عندنا البامية خط احمر. طبعا نطبخها بكل دلال مثل ما ندلل الطفل الصغير. انا هنا عندي كيلو وربع لحم غنم راح احمسه، بس ياخذ عندي اللون اضيف له المي الحار واتركه على نار متوسطة الى ان يستوي. طبعا هنا بعد ما استوى عندي اللحم، طبعا انا سلقته قبل بيوم، تدرون انه احنا موظفات. فحتى اطبخ البامية عندي جدر خليت شوية بزيت وفصوص الثوم، وأنا هنا البامية مجمدتها، طلعتها من المجمدة وسلقتها قبل نص سلقة، فماخذة عندي لون. ضفت لها هنا 4 ملاعق طعام معجون طماطة، وراح أحمسها ويا المعجون. عندي هنا عصير طماطة فريش ضفت عليها وراح أتركها إلى أن تتسبك. هنا أنا ضفت لها اللحم اللي إحنا سلقناه، وضفت لها جزء من مي اللحم لأنه مدها تصير عندي خفيفة. طبعا هنا راح أضيف لها نص ملعقة طعام لمندوزي، وعصير نارنجاية واحدة، ملعقة طعام ملح، واتركها على النار الى ان تتسبك وتاخذ كل الطعم. انا هنا قدمتها ويا التمن البسمتي، انا كلش احب التمن البسمتي ويا البامية، ما اسويه ويا التمن العنبر. وهذا فطورنا البسيط والمتواضع. سهمكم العافية. انتو شنو فطرتوا اليوم؟ كتبوا لي بالتعليقات اذا حبيتوا الوصفة مال اليوم.